شوفوا اللقطة هذه. بون الشاح خرج من ستاد مقلق، خرج من الملعب مقلق بعد نهاية مباراة الجزائر والسودان وربحنا 3-0. خرج من الملعب مقلق، اللاعبين صحابه محرز عطال، المدربين واحد ما سلم عليه، خرج واحد ما يشوف فيه. وش هو السبب اللي خلى بون الجاح مقلق؟ يا اخي بون الجاح ما يحبش خساره، رانا ربحنا. وش هو السبب اللي خلى بون الجاح يخرج مقلق من السطار؟ هذا راني ندير هكا، رب العالي قنطني على بالكم اللي كان يدير غريان خليني نمركي ولا نبكي. الله يجيلي كومبلي فرحانه، الناس كاع فرحانه منا، رانا في شحال ما مركيناش شويه هكا، قلنا دو ماتش لعب غايه. راني ندير هكا هذا تما اش نديرو، خلوك تمركي باش ما تزعفش قدام الكاميرا. درت هكا داخل شي درت عايب تقول بينا هكا الجروب يخسر هكا صاي، خلوه يمركي بوركينا فاسو، خليه يمركي يشن فينا بزاف مسكين. يا بغداد يا بغداد، لماذا يا بغداد تفعل هكذا مع رياض محرز؟ الصراحة لو بغداد مش أول مرة يعملها اللقطة هذه. في الدوري القطري مع نادي السد عمل لقطة مشابهة، وبغداد معروف يعني لاعب انفعالي، لاعب على أعصابه، وأما نتصوروا قلبه أبيض يعني. بون الجاح زعف وخرج وما حبش يحتفل مع الجماهير، وسيا محرز يحاكمو وما قدرش. على صار هاد الشيء باسكو اللي شاف الماتش مليح جاب بالك واحد 4 ولا 5 لي زوكازيون تاع اكس كار، ويلعبوا في فو بيس يفهموا واش معناها اكس كار، تسمى تاع تباسيلي وتوشيها لداخل ما باساولوش. بولبينا يدريبلي ما حبش يباسيلو، عمور الله اعلم جات واحد حبش يباسيلو، هذيك تاع شايبي كيما خرج باش يباسيها على الشاح تاقص ضربوا فيها الديفونسور، خرجت برا كوسيماتر. جاو بزاف لي زاسيون مانيش شايف عليهم كاع، مي عنده الحق. ولو ما لقيتو شحال من خطره كانوا يدوموندي ما يعطوهالوش حتى بوين، كان يزعف كان يريكلامي. هكذا ما ندوش كوب دافريك، العب كوب دافريك تديها بالبيوت، ماشي زعما دخل بريمي ماتش تاعك مالك ناسيونال لازم شغل لازم نماركي بريمي ماتش، لازم كدا ماركي باسي اكلها بواحد 2-3 ومن بعد يحوس على البيت تاعك. بغداد بون الجاح خرج ما يضويش. بزاف الناس هضروا على هذه اللقطه اللي غادر فيها بغداد بون الجاح ارضيه الميدان بعد نهايه مباراه المنتخب الوطني امام السودان وهو في قمه الغضب. مي لازم نعرفوا علاش بغداد خرج وهو زعفان. بغداد خرج وهو زعفان لانه مهاجم يعشق التسجيل. المباراة اللي ما يسجلش فيها بغداد دائما نلقاوه يتنرفز ويتاثر، وهذا امر طبيعي بالنسبه للمهاجم يحب يماركي، يحب يقدم الاضافه للمنتخب البلد ديالو في دوره كبيره مثل كاس افريقيا. لازم نوليو للسبب اللي خلى بغداد يغادر هو في قمه الغضب. كما راكم تشوفوا هنا خوتي في هذه اللقطه، المهاجم الشاب عادل بولبينا قام بلقطه فنيه جميله جدا وين راوغ مدافع منتخب السودان على مرتين، وكان قادر انه يقدم تمريره حاسمه لبغداد اللي كان امام شباك شاغر، وكان قادر انه يسجل الهدف الاول ديالو والرابع للمنتخب الوطني الجزائري. ولكن بولبينا كان حاب يكمل المجهود الفردي ديالو ويسجل هدف كان حيكون تاريخي بالنسبه له، ولكن لسوء الحظ شفنا انه بولبينا ضيع اللقطه، وهذا الشيء اللي خلى بغداد يزعف ويتنرفز ويغادر وهو في قمه الغضب. ولكن خوتي انا بالنسبه لي هذه اللقطه نشوفها ايجابيه، لانه علاش؟ بغداد مهاجم طموح، مهاجم يحب تسجيل، مهاجم يقوم بدور كبير جدا فوق ارضيه الميدان، بدليل انه اليوم بونجا خرج غاضب كما نقولوا من المباراه كي خلصت المباراه. شوفوا دوك ندير لكم اللقطه تاع الفيديو ونزيد ندير لكم البيت تاع مازا ما نديرش البيت لان حقوق الطبع والنشر يا خوتي. دوك نحط لكم صور ونحط لكم الرابط تاع اللقطه تاع او البيت تاع مازا، وشوفوا بونجاح كيفاش تعامل مع مازا اللي زعف رغم شاف البيت دخل مازا تيراها البيت دخل تشنف عليه، قالوا علاش ما عطيتها ليش. وهو تشنف على رياض محرز لان رياض محرز في الهدف الثاني كان قدام بونجاح كان قادر يعطيها له ورياض محرز سجلها، وعلى هذيك اللي زعف من رياض محرز انت سجلت هدف نورمالمون دوزيام تعطيني انا نسجل، راك فاهم كيفاه. ودارها ديجا مع بالغالي، الا تشوفوا بالغالي سجل هدف وزعف، هو الهدف دخل شافوا كي دخل وزعف. شوفوا نعطي لكم اللقطه، هاي لك اللقطه تاع بونجاح مع رياض محرز كارثه. شوفوا تصرا امور في لي فيستيار، ولا انا باغ اكزومبل لو كان زعما جاني خبر هكذايا باللي في لي فيستيار كاينه عفسه كذا منا ما رانا في دوره وكذا، والله ما ندير فيديو يا خوتي،
اسمح لي بغداد، بصح جاست فريعيه درتو اليوم، زعما انت عندك خبره وكاع دير هاد الجاست. صاي ما ماركيتش قردها، حنا ضيعنا في بلاستيك ولك باغي محرز يماركي في بلاستيك، انت اليوم شبعوك بولا قاعد تضيع. صاي ما كتبتش ما كتبتش. اتفرج ابو نجاح خلص الماتش خرج مزعف ومقلق، وصدقوني كنت متوقعها وعلى بالي بونجاح باللي راهو كمل في الماتش على الاعصاب، وعنده الحق خاوتي. كون شفتوا الانانيه تفرجتوا الماتش وشفتوا الانانيه بولبينا حجاب ولا اي واحد ولا اللي بخلوه كامل اخي، شفتوا في الماتش كاينين واحد 5 تاع لي زوكازيون تاع باستير يخرج لهم وما يباسيولوش ويرميوها سواء برا سواء القاضي يشدها سواء، المهم كاينه انانيه في اللعب. اليوم راك تلعب كونتر السودان، والسودان هذه منتخب ضعيف كما قلنا، دونك ربحناها الاز مالغري عطينا 5 ليبيت. راك خارج تلعب غدوه تلعب كونتر السينغال ولا كوتيفوار ولا كونتر المروك، البيت بحقه وتراطي دو بيت ولا بيت كيما هذا فاس فاس ولا كيما يخرج معك منجح اندو تلعب مع اندو سهل تاع لا تبخلوا تروح ترمي ونلعبوا بالانانيه هذه. باي باي، روحوا ما عندنا وين نروحوا بالانانيه هذه، منين نروحوا نخرجوا من الدور الاول. دونك لازم بعد يديروا له خطوط حمراء، البخل والانانيه هذه لازم تنحى من المنتخب.